المفروض ان احنا هنراجع النهارده المقرر بتاع شهر اكتوبر لاولى ثانوي الترم الاول سنه 2023 والورق ده هو اللي هيبقى الشرح وهنزله في الديسكربشن بتاع الفيديوز يعني. هنبدا بالجبر. الجبر احنا عندنا فيه كام درس؟ المفروض ان هم درسين اللي هو متطلبات قبليه على الوحده، والدرس الثاني بعنوان مقدمه عن الاعداد المركبه. تمام؟ فاول حاجه في المتطلبات القبليه على الوحده الاولى. المفروض باختصار يعني احنا عندنا المعادله التربيعيه ليها حاجه اسمها الصوره العامه اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان انت عندك الف س تربيع زائد ب س زائد ايه؟ ج بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. دي الصورة العامة بتاعت المعادلة التربيعية أو معادلة من الدرجة الثانية. أهم شرط عشان هي تفضل معادلة تربيعية أيا كانت القيم يعني إن ما ينفعش إن الألف تساوي ايه؟ تساوي صفر، لأن الألف لو ساوت صفر تمام؟ يبقى أنت كده خسرت البارت اللي هو الجزء بتاع السين تربيع، فبالتالي أنت نزلت ما بقتش معادلة من الدرجة الثانية، بقيت معادلة يا إما من الدرجة الأولى يا إما معادلة مثلا ثابتة. تمام؟ فأول حاجة إن الألف ما تساويش إيه؟ صفر. ده الشرط الوحيد عشان تفضل معادلة تربيعية. المطلوب منك إن أنت تحل المعادلة التربيعية دي جبريا يعني تحلها من غير ما ترسم. تمام؟ فأيا كانت المعادلة اللي عندك لازم تكون فاهم إن الألف دوت بيمثل معامل مين؟ معامل س إيه؟ تربيع، وإن الب دوت معامل إيه؟ س. طبعا الألف بإشارته والب بإشارته والجيم هو الحد الحد المطلق. وحتى لو هي كانت مش مترتبه، لو يعني مثلا كان عندك ايه س تربيع زائد 3 س مثلا بتساوي سالب 15، يبقى لازم تدخل السالب 15 ديت جوه عشان تخليها معادله صفريه. لازم تكون معادله صفريه. وبعد كده عشان تحل انت بتستخدم حاجه اسمها القانون قانون العام. خلينا نستخدم القانون العام احسن دايما يعني. فالقانون العام بيقول ايه؟ ان الحلين بتوعك الحل الاول والثاني بيساوي سالب ب، هم طريقتكم عادي هنا، سالب ب موجب او سالب جذر الب تربيع ناقص 4 الف الف ج على على 2 الف. فكل اللي انت هتعمله انك هتعوض عن قيم المعاملات اللي انت طلعتها. يعني اول حاجه تقوم كاتب الالف بكام والب بكام والجيم بكام، عشان خاطر يبقى اللي باقي لك انك تعوض جوه القانون العام تعرف الجذرين او الحلين. تمام؟ فمثلا يعني لو انت عندك مثلا س تربيع ناقص 5 س بتساوي مثلا سالب 6، والراجل بيقول لك اوجد مجموعه حل المعادله الاتيه اللي قدام. فاول حاجه لازم ترتبها. وهنا عندك س تربيع ناقص 5 س زائد كام؟ زائد 6 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. وتبدا بقى تشوف الالف بكام والب بكام والجيم بكام. الالف بكام؟ بواحد، والب سالب 5 مش بخمسه، سالب 5 يعني الرقم ده باشارته، والجيم بكام؟ ب6. لو انت معاك الالف والب والجيم تقدر تدخل جوه القانون العام تعوض تطلع في الاخر الحل. بس خد بالك من الراجل ساعات يقول لك مثلا اوجد مجموعه الحل مثلا في في ح اللي هي في الاعداد الحقيقيه. حلو؟ او ممكن يقول لك اوجد مجموعه الحل في في كاف. ايه الكاف وايه الح؟ ح دي اللي هي الاعداد الحقيقيه، وايه الكاف؟ الاعداد المركبه. يعني مثلا لو هو قال لك اوجد مجموعه الحل وانت سبت نفسك مثلا للمساله ايا كانت، بقى انا بتكلم في الفكره، سبت نفسك المساله هتلاقي لك مثلا ان الحل الاول مثلا بيساوي 1 ناقص 2 ت، والحل الثاني مثلا طلع بيساوي 1 زائد 2
2 ت، وهو بيقول لك اوجد مجموعه الحل في ايه؟ في ح. يبقى كده مجموعه الحل هتساوي ايه؟ هتساوي فاي، يا اما تكتبها فاي مجموعه فاضيه كده، يا اما علامه الفاي نفسها. ليه بقى انت ما كتبتش الجذرين اللي عندك او الحلين اللي طلعوا لك؟ عشان هم اصلا اعداد مركبه، وهو بيقول لك اوجد في ايه؟ في ح. طب اذا كان بيقول لك مثلا اوجد في ايه؟ في كاف، وطلع لك نفس الحلين دول، لا هتكتبهم. ومجموعه الحل هتساوي ايه؟ المجموعه 1 ناقص 2 ت، والمجموعه وكام؟ 1 زائد 2 ايه؟ 2 ت. انت بقى تكتب ده وانت تكتب ده، خلي بالك من ايه؟ من الشرط. وايا كانت المعادله اللي عندك، المعادله التربيعيه بتمشي فيها بنفس النهج. تمام؟ ده كده احنا كده بنحل ايه؟ جبريا. يجي مثلا الراجل يقول لك ايه؟ طب بص، احنا عايزين نحل بيانيا. تمام؟ فيجي يقول لك مثلا ايه؟ حل لي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بتساوي صفر ايه؟ بيانيا. اقول له انا مش هعرف احل معادله بيانيا، لازم احولها داله. فاشيل الصفر بعد ما اساويها بالصفر، اقوم شايل الصفر وكاتب مكانها ايه؟ داله ايه؟ داله س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد ايه؟ 6. خلاص هي بقت داله. والمفروض ان الصوره العامه للداله التربيعيه برضو ليها صوره عامه زي المعادله التربيعيه كده. الصوره العامه هتبقى ايه برضو؟ نفس الحوار بالظبط. تبقى داله السين بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ايه؟ ج، بنفس وجهه النظر بالظبط. ها؟ فالالف دي هي معامل س تربيع، والب هي حد الايه؟ اللي هو المعامل س، والجيم هو الحد الايه؟ الحد المطلق. طب انت عشان خاطر ترسمها بيانيا، اول حاجه محتاج انك تكون عندك نقط تعوض بيها. واحنا اتفقنا ان المفروض الداله التربيعيه او المعادله التربيعيه لما تيجي ترسم حاجه من اتنين، يا يطلع لك حرف يو لفوق ايا كان بقى، ها، يا اما يطلع لك حرف اليو ايه؟ لتحت. مين اللي بيتحكم في ان هو لفوق ولا لتحت؟ قيمه الالف. الالف لو بقيمه موجبه يعني اكبر من الايه؟ اكبر من الصفر، قيمه موجبه. موجب يعني مثلا 1 نص 2 9 ايا كان رقم موجب، فيطلع لك الرسمه ايه؟ لفوق. او الف يطلع اصغر من كام؟ من صفر. يطلع مثلا سوري، يطلع بسالب، يعني يطلع قيمه سالبه، يعني الف بتساوي سالب، وهنا الف بتساوي قيمه ايه؟ موجبه. فالرسمه هتبقى ايه؟ تبقى لتحت لو في الداله. تمام؟ طيب دي جزئيه. انت عشان ترسم محتاج جدول. الجدول دوت عباره عن س وداله ايه؟ داله س. طب انت عايز ترسم ايه؟ عايز ارسم الداله دي، داله س بتساوي، والداله اللي عندك كام؟ س ايه؟ تربيع ناقص 5 س زائد كام؟ زائد 6. خلي بالك ان المعادله التربيعيه من كتر ما انت حليت يعني وفهمت بقى الموضوع، المفروض ان في بوينت هنا دايما بالنسبه لك اسمها نقطه راس الايه؟ المنحنى، نقطه راس المنحنى. فنقطه راس المنحنى دي عباره عن احداث س وايه؟ وصاد. احداث السين بتاعها، احداث السين بتاع نقطه راس المنحنى بيجي ازاي؟ احداثي السيني بتاع نقطه ايه؟ راس المنحنى بيساوي ايه؟ سالب ب على 2 ايه؟ 2 الف. حتى يعني عشان مش تنسى الاحداث السيني ده، هو واخد الجزء ده بس من القانون العام، من غير موجب او سالب جذر الايه؟ اللي هو المميز يعني، من غير البارت ده خالص، عباره عن سالب ب على 2 ايه؟ 2 الف بس. فانت دلوقتي رايح تجيب احداثي نقطه س، احداثي السيني بتاع نقطه راس المنحنى اللي هو هنا، اللي هو القيمه دي. ليه بقى انا مصمم ان انا قبل ما ابني الجدول اصلا اعمل القيمه دي الاول؟ عشان انا هبدا اشوف قيمه على يمينها وقيمه على شمالها، وبعدين قيمه على يمينها كمان وقيمه على شمالها كمان، عشان الموضوع يطلع متماثل. لان اكتر حاجه مقرفه في الداله التربيعيه انك توصل لنقطه راس المنحنى. لو انت رحت رسمت الداله من غير ما توصل لنقطه راس المنحنى هتفضل تتسوح وتجرب حاجات كتير. تمام؟ فنقطه راس المنحنى في الوضع في المساله اللي عندنا دي برضه هي كده كده الالف بكام؟ بواحد، والب بكام؟ سالب 5، والجيم بكام؟ ب6. فده هيساوي سالب، ده ثابت اصلا في القانون. تمام؟ وقيمه الب نفسها بكام؟ سالب 5. ركز بس عشان الغلطه دي بتقع ناس كتير. سالب ايه؟ 5 على 2 في ايه؟ في الف اللي هي بكام؟ بواحد. فيطلع ان احداث السين بتاع نقطه راس المنحنى سالب في سالب بايه؟ بموجب. يطلع كام؟ 5 على 2 في 1 بكام؟ 2. فطلعت دي عباره عن كام؟ 5 على 2 اللي هي بتعادل 2 وايه؟ 2 ونص. اهي 5 على 2. كل اللي باقي لك انك تروح تعرف داله ال5 على 2، فتعرف بقى النقطه بتاعت ايه؟ راس المنحنى ايه؟ كامله.
يعني انت هتعوض هنا تروح تجيب داله كام؟ ال5 على كام؟ على 2 بتساوي 5 على 2 مكان السين الكل ايه؟ تربيع ناقص 5 في 5 على 2 مكان السين دي زائد كام؟ زائد 6. تحسب الحسبه بتاعتك الجميله ده هيطلع لك رقم، تحط الرقم ده هنا، يبقى انت بقى معاك نقطه راس الايه؟ نقطه راس المنحنى. تمام؟ يعني تيجي ترسم الرسمه بتاعتك دي، اول حاجه اول بوينت تعينها نقطه راس الايه؟ المنحنى. يعني هنا مثلا عندك 1 هنا 2 هنا -1 هنا -2 هنا مثلا 1 2 3 -1 -2 -3 وهكذا. ادي الشبكه التربيعيه على السريع. البوينت دي اول بوينت تتحط، يعني هي السين بتاعتها بكام؟ ب2 وايه؟ ب2.5، يعني تقريبا هنا وايه؟ والقيمه اللي هتطلع لك هنا شوفها بقى لفوق ولا لتحت. هي غالبا هتطلع 5 على 2 تربيع 25 على 4 ناقص 25 على الاثنين، هتبقى ديت 4 ودي 50 زائد 6 ديت هتتعمل 4 في 6 بكام؟ ب 24 4 في 6 24 هتساوي دي 25 و24 هتبقى 49 ناقص 50 هتطلع بسالب 1 على 4 هتطلع بسالب ربع. سالب ربع يعني القيمة دي هتبقى كام؟ سالب ايه؟ ربع. سالب ربع يعني هتبقى 5 على 2 اللي هي 2.5 تمام؟ وسالب ربع يعني هتبقى تقريبا نقطة راس المنحنى هي النقطة دي هنا كده. تمام؟ كل اللي انت محتاجه عشان تبدأ ترسم المنحنى، انت كده كده برضو عارف ان معامل السين تربيع بكام؟ ب1 يعني قيمة موجبة، فانت عارف ان المنحنى دوت هيترسم لايه؟ لفوق، فانت محتاج تاخد نقطة على يمين ال 2.5 ولنفترض مثلا ان انت خدت الكام؟ التلاتة على اليمين، خدت هنا كام؟ التلاتة. تاخد على الشمال مين؟ الاثنين. تمام؟ طب خدت كمان قيمة بعد التلاتة كام؟ 4. تاخد على الشمال مين؟ الواحد. وبعد كده تبدأ تكمل الجدول بتاعك وتشوف بقى احداثيات النقط تطلع لك كام وكام. وانت ماشي كده. بعد كده توصلهم ببعض، اديك رسمت الايه؟ المنحنى بتاع الدالة الايه؟ التربيعية. يجي الراجل مثلا يقول لك انا اصلا طالب منك مجموعة الحل، حل لي بيانيا، فاقول لك ما هو الحل هيطلع هو تقاطع ايه؟ محور السينات محور السينات عموما مع الايه؟ مع الرسمة اللي طلعت لك، فالتقاطع هنا عند كام؟ عند الثلاثة وعند كام؟ وعند الاثنين، يبقى مجموعة الحل كام وكام؟ 2 وايه؟ 3 او 3 و2، سواء انت كنت بتحل في كاف فالحل 3 و2 او بتحل في ح فالحل برضو 3 وايه؟ 3 و2. اصلا كل الاوبشنات اللي ممكن تطلع لك، يعني لو مسحنا البارت دي بس منديل كده منتج يا باولو. المفروض ان انت يعني هتوصل لمرحله ان انت بيانيا بس ركز معايا بس بيانيا عشان خاطر الايه؟ الامور تكون متظبطه كده معاك بدل ما تفضل تايه. لو كان الف اللي هو معامل س ايه؟ تربيع ده بقيمه موجبه، حلو؟ فقدامك كذا اوبشن، يا اما المنحنى بتاعك يقطع محور السينات في كام نقطه؟ في نقطتين، يا اما يبقى تحس ان هو قاعد على محور السينات كده، ها؟ يا اما ما يقطعش محور السينات اصلا. فهنا مجموعه الحل هم القيمتين دول على السينات، يعني مثلا لو دي اسمها مثلا اكس واو بمجموعه الحل اكس وايه؟ اكس واو، ايا كان بقى القيم دي، حتى الرقمين بالموجب او رقم بالموجب ورقم بالسالب، الرقمين بالسالب مش فارقه معايا خالص، يعني ايا كان بقى المنحنى دوت متشفت على محور السينات، المهم قاطع محور السينات في كام نقطه؟ نقطتين، فمجموعه الحل هتبقى كام؟ تبقى قيمتين دي ودي. تمام؟ طب هنا مجموعه الحل هتبقى كام قيمه؟ قيمتين مكررتين، فبالتالي انت بتكتبها جوه مجموعه الحل ايه؟ فمثلا لو سميناها دي دبليو يبقى مجموعه الحل عباره عن ايه؟ دبليو بس. تمام؟ والله بجد هطردكم والله. شوف انا في كميه حاجات عايز اقولها كتير فما تفصلنيش. هنا مجموعه الحل لو انت بتحل في ح فمجموعه الحل كام؟ فاي، لكن لو بتحل في كاف هيبقى فيه قيمتين. القيمتين دول بقى مش هتعرف تطلعهم بيانيا، لازم تروح تحلهم بالقانون العام عشان يعني الجذور مركبه في الحاله دي. طب مثلا لو كانت الف بيساوي كام قيمه ايه؟ سالبه. الف بيساوي قيمه ايه؟ سالبه، فاكيد الرسمه بتاعتك لتحت، ممكن تحت وتبقى تقطع فمثلا في الاكس والايه؟ والاو مثلا في مجموعه حل اكس واو برضه، او تبقى مثلا ايه؟ لامسه محور السينات في ايه؟ في نقطه كده مثلا نفترض ان هي مثلا ايه؟ دبليو، مجموعه الحل هي الايه؟ الدبليو، حلو؟ هنا ما لمستش اصلا محور السينات، فبالتالي مجموعه الحل ايه؟ فاي من وجهه نظر لو انت بتحل في ح، لكن لو انت بتحل في كاف هيبقى فيه جذرين ايه؟ مركبين. تمام؟ ده كل اللي مطلوب منك في الدرس الايه؟ اللي هو بتاع مقدمه
او متطلبات قبليه على الايه؟ على الوحده الاولى، اول حاجه في الجبر يعني دخلت الجبر كده. بعد كده عندك في الدرس الثاني حاجه اسمها مقدمه، اللي هو الدرس الاول يعني. الدرس الاول بقى في ترتيب الفهرس بتاع المنهج بتاعك. الدرس الاول بعنوان ايه؟ مقدمه على الاعداد الايه؟ المركبه. مقدمه عن الاعداد الايه؟ المركبه. يعني ده خلاص مقدمه عن الاعداد الايه؟ المركبه. لو انت فهمت يعني ايه عدد تخيلي، وفهمت يعني ايه عدد مركب، وفهمت حاجه اسمها تساوي عددين مركبين، وفهمت العمليات على الاعداد الايه؟ المركبه والمرافق، يبقى انت كده فهمت كل حاجه في الدرس. ده كل محتويات الدرس. العدد التخيلي مثلا بيطلع لك ازاي؟ لو انت مثلا عندك جذر السالب 4 بتساوي جذر الأربعة في جذر الايه؟ سالب 1 على الهادي اهو. فجذر الأربعة بكام؟ 2، لأن ده رقم ليه جذر. تمام؟ لكن جذر السالب 1 هو الأيقونة بتاعت العدد الايه؟ التخيلي، فبتكتب مكانها ايه؟ ت، فيبقى عندك 2 في ت ف2 ت. لو انت عندك مثلا جذر السالب 9 فده بيساوي جذر. طب خلينا نكتب رقم ملوش جذر صريح، مثلا زي مثلا 13، جذر ال 13، جذر السالب 13، فيبقى جذر ال 13 في جذر الايه؟ السالب 1، فيطلع بيساوي جذر 13. مش هتعرف تقلبها ارقام ايه؟ رقم صريح يعني، زي مثلا المكان ده مربع كامل، جذر الأربعة ب2، جذر التسعة ب3 وهكذا. المكان ده هتكتب ايه؟ واوعى تحط الت جوه الجذر. جذر ال3 ده موضوع، ومضروبه في الايه؟ في الت ده موضوع ثاني خالص. يجي مثلا في جوه الاعداد التخيليه حب يفهمك ان الاعداد ديت بريودك، يعني بتتكرر. يعني ايه بتتكرر؟ يعني مثلا قال لك ان الت بتساوي ت، وقال لك ان الت تربيع بتساوي ايه؟ سالب 1، وقال لك ان الت اس 3 بتساوي كام؟ سالب ت، وقال لك ان الت اس 4 بتساوي كام؟ بتساوي 1. حلو؟ والموضوع بيتكرر. يعني ايه بيتكرر؟ يعني مثلا الت مثلا اس 8 بيقول لك بتساوي كام؟ الفكره بقى في الموضوع ده، بتعمل الموضوع ده ازاي؟ انت بتحاول تشوف الت اس 8 عباره عن كام ت اس 4 مضروبين في بعض. كام ت اس 4 مضروبين في بعض؟ مرتين. ت اس 4 في ت اس 4 بتساوي في حاله الضرب، ولو الاساس ثابت بنثبت الاساس وبنجمع الاسس. فالت اس 8 هي اصلا ت اس كام؟ اس 4 في ت اس 4، فالت اس 4 الاولانيه دي بكام؟ بواحد، والت اس 4 الثانيه دي برضو بواحد، فتطلع الت اس 8 بتساوي كام؟ بتساوي 1. ودورك ببساطه عشان خاطر تكون بسطت الدنيا انك تحط العدد التخيلي على خط الاعداد الايه؟ التخيليه. يعني انت وانت معاك ت اس 8 انت مش عارف تحطها فين، لان هنا عندك صفر، وهنا عندك ايه؟ ت، وهنا عندك 2 ايه؟ ت، وهنا 3 ت، وهكذا، وهنا سالب ايه؟ ت، وهنا سالب 2 ت، وهكذا. فانت لو معاك ت اس 8 مش هتعرف تحطها فين. على فكره نفس الموضوع في الاعداد الحقيقيه، لما مثلا حد يقول لك عين لي هنا مثلا، يعني عين لي مثلا ادخل عايز طه، عين لي مثلا جذر التسعه، فانت برضو مش هتعرف تعين جذر التسعه فين على خط الاعداد غير لما تعرف جذر التسعه ده بكام. بكام جذر التسعه؟ فبالتالي انت عرفت ان هو هنا، فانت كده حطيت جذر التسعه القيمه ديت في ابسط صوره اللي هي كام؟ 3. الفكره برضو ت اس 8 وكل القصص الخربانه في العدد التخيلي دي نفس الكونسيبت بالظبط، نفس الفكره بالظبط. تمام؟ مثلا عندك ت اس مثلا ايه؟ اس 13 يقول لك حطها لي في ابسط صوره. حلو؟ فالت اس 13 ديت عباره عن ايه؟ تمسك ال 13 على الاله الحاسبه. حلو؟ جربها، اقسمها على 4، لو قبلت تمام وما ادتكش رقم عشري تمام يبقى كده هتديك كميه معينه من الت اس كام؟ اس 4. لو ما قبلتش خفضها. يعني ايه خفضها؟ هي كده مش هتقبل، فاقبل مثلا ايه؟ جرب الت اس 12 في ايه؟ في الت، يبقى انت كده كانك فكيتها بقيت بتشوفها ت اس 12 في ت. طب ما هي ت اس 12 في ت هي ت اس 13 اصلا،
فانت دي بالنسبه لك كده بقى حد او قصه خربانه خلاص خربت، طلع بقى الخراب ده على جنب وكمل الباقي. الت اس 12 دي تقبل ولا مش تقبل؟ وخلي بالك اصلا الموضوع بسيط لان انت بتجرب العدد التخيلي بيتكرر كل 4. فانت اسوأ حاله مثلا في ده ان يبقى عندك ت مثلا اس كام؟ اس 15. لان ت اس 15 هتجربها تعمل 15 على 4 مش هتقبل. فهتضطر تنزل لت اس كام؟ 14 في ايه؟ في ت. فالت اس 14 مش هتنفع. برضه لما تجرب 14 على 4 على حسب برضه مش هتنفع. حلو؟ فهتلاقي نفسك نزلت تاني لت اس كام؟ 13 في ت في كمان ايه؟ ت ثانيه. ما انت فصلت الموضوع اكتر. برضه مش هتقبل. هتلاقي هنا ت اس كام؟ 12 في ت في ت في ايه؟ في ت. دي هتقبل. انت اصلا كل الخطوات اللي بتعملها اقصى حاجه هتجربها 3 عشان بس ايه؟ مش تتغير يقول لك يا نهار اسود الراجل جايب لي ت اس 13 هقعد اعمل 13 مره. انت اصلا لو جايب لك ت اس 590,000 برضه لو الموضوع اسوأ حاجه في الوضع انك تجربها كم مره؟ 3 4 مرات بالكتير قوي الموضوع خلص مهما كان. فما تتخضش من شكل المساله. الحاجات اللي بتلخبط برضه دايما اللي مثلا يجي يقول لك ت اس كام؟ ت اس مثلا سالب 6 مثلا. ت اس سالب 6 دي بكام؟ يحط لك السالب في الاس. اصلا يعني لو انت عندك دي حاجه اصلا من الاسس حاجه قديمه. لو انت عندك س اس 2 فده معناه س اس 2 او س في س. لو انت عندك س اس سالب 2 ده معناه 1 على ايه؟ س ايه؟ تربيع. اصلا هي حاجه قديمه اساسا انت عارفها. فبالتالي مثلا انت عندك هنا ت اس كام؟ اس سالب ايه؟ سالب 6. فيبقى عندك هنا 1 على ت اس كام؟ اس 6. تمام؟ ايه المشكله دلوقتي؟ ان انت لازم تخفض مين؟ الت اس 6. تخفضها ازاي؟ يعني شوفها بقى تقبل اسم على 4 تعتبرها مساله لوحدها. او في فكره ثانيه لطيفه برضو جدا انا بحبها. ايه الفكره الثانيه؟ انا ممكن مش هي ت اس 6 هي محتاجه كام عشان توصل لرقم يقبل اسم على 4؟ محتاجه تنضرب في ت اس 2 صح؟ هضرب البسط والمقام في ت اس 2 بسط اهي ت اس 2 على ت اس كام؟ اس 2. ايه المشكله؟ مش ضربت في قيمه وقسمت على نفس القيمه؟ خلاص يا عم طيرهم مع بعض ولا كأننا عملنا حاجه. 1 في ت تربيع بت ايه؟ ت تربيع. طب ودي ت اس كام؟ اس 8 صح؟ انا متاكد ان ت اس 8 دي بكام؟ بواحد. خلاص مع السلامه يا جماعه. اتبقى ت اس كام؟ اس 2. ت اس 2 ديت بتعادل كام؟ يبقى الاجابه سالب 1. واللي هيروح يعمل المشوار الثاني دوت برضه هيطلع سالب 1. فهمنا؟ ولا تاني في القصه دي؟ عشان بس هو بيحب يجيب ده من مساله. اول حاجه تاني؟ انهي؟ دي؟ ت اس 8 ت اس 8 انا عارف ان ت اس 4 بواحد ومضاعفاتها ت اس 8 بواحد والت اس كام؟ اس 12 بواحد. واي رقم يقبل اسم على 4 الت بتاعته اس الرقم دوت بتساوي 1. فانا كان عندي ت اس كام؟ اس 6. وجهه نظر برضه يعني انت حر. انت كده انت حر. انت بتفهم الموضوع وبتترجم بقى بهواك بكيفك بس تكون بتترجم صح بس. تمام؟ دي القصه بتاعت الايه؟ العدد الايه؟ التخيلي. العدد التخيلي بس. انا كنت بتكلم بس على الجزء التخيلي بس عشان بس ايه اكون مشيتك شويه في الجزء التخيلي. بعد كده العدد الايه؟ المركب. فالراجل بيقول لك ان ابسط صوره للعدد المركب اللي هي الصوره الجبريه عباره عن س. يعني لو افترضت ان عدد مركب اسمه عين، فالعين بتساوي س زائد صاد ايه؟ ت. فالسين دي بالنسبه لك هي الجزء الايه؟ حقيقي. والصاد ت السين باشارتها هي الجزء الحقيقي والصاد ت باشارتها هي الجزء الايه؟ التخيلي. فاصبح بالنسبه لك العدد المركب بيتكون من جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي. لو انت عندك اي صوره مثلا كده فيبقى العدد مثلا عندك مثلا عدد اسمه عين واحد بيساوي مثلا ايه؟ 5 ناقص 2 ت. العدد ده في ابسط صوره ولا لا؟ لا. في ابسط صوره طبعا في ابسط صوره. الجزء الحقيقي بتاعه كام؟ 5. الجزء التخيلي سالب 2 ت. فبالتالي هو لكن مثلا لو عندك مثلا عين بتساوي مثلا ايه؟ 7 ت اس 8 ناقص 15 ت اس 9. هو العدد ده كده على ابسط صوره؟ طب ما تبسطها.
بسطه على امسك بقى كل حد لوحده وافصله وحل مشاكله. يعني مثلا الت اس 8 بكام؟ بواحد. خلاص، فيبقى كده عندك 7 مبدئيا. خلصت انت من الجزء الحقيقي. ما تقدرش تقول كده لان ممكن التاني كمان يطلع لك حقيقي، ما تعرفش. ها؟ فمثلا ده الت اس كام؟ ت اس 9. الت اس 9 دي عباره عن ت اس 8 في ايه؟ في ت، صح؟ فالت اس 8 بكام؟ فالت اس 9 بتعادل الت، فانا هشيل الت اس 9 واكتب مكانها كام؟ ت بقى 15 ايه؟ ت بقى كده على صوره بسيطه، ابسط صوره اهو. طب افرض مثلا الراجل طلعت انت الحل مثلا ايه؟ 7 ناقص 15 ت مثلا على 2، وجيت بتدور مثلا في الاختيارات مش موجود، مثلا الحل ده مش موجود، فده هتفكها لايه؟ ل 7 على ايه؟ على 2 ناقص 15 ايه؟ ت على كام؟ على 2. وفي واحد تاني يعملها ازاي؟ 7 على 2 ناقص 15 على 2 ايه؟ ت. يكتب الت لوحدها براحتك، كل ده صح. تمام؟ خلي بالك انت بقى من قصه الايه؟ الام سي كيو. وفي حته ليها علاقه امتى عددين مركبين يساووا بعض. امتى عددين مركبين يساووا بعض؟ لما يكون الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الايه؟ الحقيقي. ولما يكون الجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي، يبقى العددين دول قد بعض. يعني مثلا اجي مثلا اقول لك ايه؟ 15 ت ناقص 3 بتساوي س زائد ص ت، فإن السين زائد الصاد بكام؟ خلي بالك هو عايز السين زائد الصاد، يعني مش تجري تروح تفرح تطلع السين وتقوم كاتب له النتيجه يا ابني، هو مش عايز السين. ومش تجري تروح تطلع الصاد. اهدى كده، شوف هو طالب منك ايه. ممكن مثلا س زائد صاد، عايز مثلا منك 2 س صاد، 4 س صاد، 35 س ناقص 2 صاد. شوف بقى هو عايز ايه الطلب، وهو عباره عن ايه يعني. فعشان ترد عليه انت بس زائد صاد بكام، لازم تعرف السين بكام ولازم تعرف الصاد بكام. تمام؟ فعشان خاطر هو بيقول لك اذا كان ال 15 ت ناقص 3 بتساوي السين زائد الايه؟ الصاد ايه؟ ت. رتب الدنيا وظبط امورك عشان خاطر ما تلخبطش. هو الجزء الحقيقي هنا قيمته بكام؟ بسالب 3 مش 3. تمام؟ والجزء التخيلي بموجب كام؟ 15 ت بيساوي كام؟ س زائد ايه؟ صاد ايه؟ ت. تقول له هنا الجزء الايه؟ الحقيقي، وهنا الجزء الايه؟ التخيلي. الجزء الحقيقي اللي هو سالب كام؟ 3 بتساوي كام؟ بتساوي س. طب والجزء التخيلي موجب اهو، موجب 15 ت بتساوي موجب صاد ت. موجب صاد ت. الموجب مش بيتكتب خلاص، ما فيش صواد ولا اي حاجه. حلو. والت هنقسم المعادله ديت على ايه؟ على ت. فالت طارت مع الت، اتقسمت على ت واتقسمت على ت، فطلع لك 15 بيساوي كام؟ بيساوي صاد. طب هو بيقول لك عايز س زائد ايه؟ صاد. طب س بكام؟ بسالب 3. تمام؟ والصاد 15، يبقى الاجابه سالب 3 زائد 15 بكام؟ ب 12. يبقى الاجابه 12. شوفها بقى انت في الاختر اظرفها. تمام؟ ممكن تلاقيه مثلا حاطط لك الاجابه بتساوي 12 مثلا ت اس 12، بيزاولك. ما ت اس 12 بكام؟ ماشي، ما خلاص، ما ده 12، ده العدد 12. فهمنا؟ دي حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالعدد الايه؟ المركب. انت كده فهمت تفاصيل العدد الايه؟ المركب. طب افرض مثلا رخم عليك قال لك مثلا ايه؟ السين زائد صاد ت بتساوي 0، فإن 35 س صاد بتساوي كام؟ يعني السين زائد صاد ت بتساوي 0. تمام؟ الصفر ده بيسموه العدد عدد نقي. نقي يعني ايه؟ الجزء الحقيقي بتاعه بصفر والجزء التخيلي بتاعه بكام؟ بصفر برضه. فانت لا انت كتبت الصفر ده ولا الصفر ده، فهم كلهم في الاخر صفر. فانت لو فصلت الصفر لانه صفر زائد صفر ت، فالجزء الحقيقي هنا بيساوي صفر والتخيلي بيساوي صفر. يعني من هنا السين بتساوي صفر والصاد بتساوي برضه صفر. طب انا عايز 35 س في صاد، يبقى 35 في صفر في صفر بكام؟ بصفر. يبقى الاجابه بتساوي كام؟ صفر. فهمنا؟ تاني؟ مثلا يجي مثلا يقول لك عايزين نجمع عددين مركبين على بعض، وعايزين نطرح عددين مركبين من بعض، وعايزين نضرب عددين مركبين في بعض، وعايزين نقسم عددين مركبين على بعض. تمام؟ يعني مثلا المثال اللي انا كاتبه في الورق كام؟ عشان بس نبقى زي الورق شويه، مش نطلع بره قوي.
مثلا بيقول لك اذا كان عين واحد بيساوي 2 ناقص ت وعين 2 بتساوي 2 زائد ت. اولا بما ان احنا بنراجع يعني بنشرح العددين عين واحد وعين 2 دول ايه علاقتهم ببعض؟ مرافقين لبعض. مترافقين. ايه اللي عرفك انهم مترافقين؟ ان الجزء الحقيقي هنا باشارته بقيمته بيساوي الجزء الحقيقي هنا باشارته بقيمته، لكن الجزء التخيلي هنا سالب والجزء التخيلي هنا موجب نفس القيمه برضه نفس القيمه. تمام؟ فيجي مثلا يقول لك راجل طب انا عايز عين واحد زائد عين ايه؟ 2 وعايز عين واحد ناقص عين 2 وعايز عين واحد في عين 2، فهتلاقيه كاتبهم لك لازقين في بعض كده مش هيعمل لك علامه الفي حتى. تمام؟ وعايز مثلا ايه؟ عين واحد على عين ايه؟ عين 2. خلي بالك ان الجمع والضرب عمليه ابداليه، يعني انت لو جمعت عين واحد زائد عين 2 هي عين 2 زائد عين واحد، ولو ضربت عين واحد في عين 2 هي كانك ضربت عين 2 في عين واحد. تمام؟ لكن الطرح عمليه مش ابداليه، والقسمه عمليه مش ابداليه، يعني عين واحد ناقص عين 2 هتديك قيمه غير عين 2 ناقص عين واحد. تمام؟ وكذلك برضو الايه؟ القسمه، يعني مثلا عندك عين واحد زائد عين 2، عين واحد بكام؟ 2 ناقص ايه؟ ناقص ت. تمام؟ وعين 2 زائد اهو 2 زائد ايه؟ زائد ت. الاقواس دي ليها صنف اللازمه دلوقتي؟ ملهاش لازمه، خلاص شيلها. امتى هيكون ليها لازمه؟ لما يكون الموضوع طرح. تمام؟ او لما يكون الموضوع ضرب عشان خاطر بس ما تعكش الدنيا في بعض، الدنيا تبقى اتجسمت لك شويه يعني. هنا 2 هتتجمع على الت وعلى الت ولا هتتجمع على الاثنين؟ الجزء الحقيقي بيتجمع مع الجزء الحقيقي والجزء التخيلي بيتجمع مع الجزء التخيلي. 2 زائد 2 بكام؟ ب 4 وسالب ت زائد ت هيصيروا مع بعض. سالب ت زائد ت سالب 5 زائد 5 ايا كانوا هيطيروا مع بعض. فانت هتستفيد حاجه دلوقتي ان لو عندك عددين مترافقين جمع بقى الداتا دي مع بعض. نجمع الداتا دي مع بعض. لو انت عندك مثلا عددين مترافقين بتجمعهم على بعض هيدوك عدد حقيقي. لان الجزء هم طالما مترافقين فالجزء التخيلي خالف في الاشاره عن الجزء التخيلي، فلما تيجي تجمعهم هيطيروا مع بعض. حاجه منطقيه يعني. تمام؟ فهيطلع لك دايما عدد ايه؟ حقيقي. تمام؟ طب تعالى نطرح مثلا عين واحد ناقص عين ايه؟ عين 2. عين واحد بتساوي كام؟ 2 ناقص ت ناقص وهنا 2 زائد ايه؟ زائد ت. 2 ناقص 2 او خلينا مثلا ايه؟ خلينا نفكها تحتها بس نخلص من الاقواس دي. القوس ده مش فيه قبله سالب، مش فيه قبله رقم بينضرب فيه فمش ليه صنف اللازمه، هشيله اقول 2 ناقص كام؟ ناقص ت. طب ده سالب في 2 بسالب 2، طب وسالب في موجب ت بسالب ت. 2 ناقص 2 صفر. تمام؟ طب سالب ت ناقص ت سالب 2 ت، طلع لك عدد تخيلي. بالرغم ان هم مترافقين خلي بالك. انا مختار المثال ان هم مترافقين ده عشان دي حاجه مهمه يعني. عين واحد في عين 2 يعني كده 2 ناقص ت في ايه؟ في 2 زائد ايه؟ زائد ت. خلي بالك برضو يستحسن ما تعملش اي عمليه من العمليات دي غير لما تحط العددين اللي انت مقرر او اللي الراجل طالب منك انك تجمعهم او تضربهم او تقسمهم في ابسط ايه؟ صوره الاول. يعني مثلا مش يجي الراجل مثلا يقول لك عددين الاول بيساوي 7 زائد 2 ت على 15 ناقص ت مثلا، والعدد الثاني مثلا بيساوي 59 زائد ت أس 8 على 35 ناقص 3 ت، وتقول له يا مستر انا هجمعهم. يا ابني انت ما تحطهم في ابسط صوره عشان خاطر الجزء الحقيقي يطلع لك والجزء الحقيقي يطلع لك تقدر تجمعهم، يطلع لك الجزء التخيلي والجزء التخيلي تقدر تجمعهم. فاهمني؟ يعني دايما جوه الاعداد المركبه دي حاول تحط العدد دايما في ابسط صوره، هتلاقي الدنيا لطيفه. اصلا هو لما بيرخم بيقوم جايب لك العدد مش في ابسط صوره ويقول لك اتصرف. فانت تيجي مثلا تقول المستر قال لي لما اجمع عددين احطهم جنب بعض، تيجي انت بقى تحطهم ايه؟ جنب بعض تلاقي الدنيا ايه؟ خربانه. فهمني؟ شوف انت المشاكل اللي انت بتقع فيها ازاي. عين واحد في عين 2 هكتب 2 ناقص ت في ايه؟ في 2 زائد ت. بما ان هم مترافقين في ناس بتحب تعملهم على طول يعني. بما ان هم مترافقين فيجي الراجل يقول لك طب ما هو دوت ناتج الفرق بين مربعين، فهنا دي 2 ودي كام؟ 2، فيحط هنا 4 وهنا ده سالب وده ايه؟ موجب، فبيحط ايه؟ سالب اصلا. وهنا ت ايه؟ تربيع على طول. ها؟ وفي واحد تاني يقول لي مستر انا مش فاهم. يا عم بالراحه، 2 في 2 بكام؟
ب4، 2 في ت بموجب 2 ت، طب سالب 2 في ت بسالب 2 ت، طب سالب في سالب بموجب، طب ت في ت بت ايه؟ بت في سالب، سالب في سالب في موجب سوري بسالب، وت في ت بت ايه؟ ت تربيع. طب ما الاثنين ت بالموجب ودي سالب 2 ت فهيروحوا مع بعض، هيتبقى لك 4 ناقص ايه؟ ناقص ت تربيع برضه براحتك، شوف انت بقى اللي انت بتحب تعمله. انا اضطريت ان انا اشرحها لك كده عشان انت ممكن يجي لك مساله هم اصلا مش مترافقين فتضطر انك تضربهم بالتوزيع بخاصيه التوزيع دي عادي. هنا مثلا الاقواس دي مالهاش صنف اللازمه برضه دلوقتي. عندك هنا 4 ناقص الت تربيع اصلا بكام؟ سالب 1 اهو، وفي اصلا قبلها ايه؟ سالب، يبقى سالب في سالب بايه؟ بموجب كام؟ 1، يعني النتيجه تطلع كام؟ 5. ما تنساش برضو ان انت لما بتضرب عدد مركب في المرافق بتاعه تضربهم في بعض بيطلع لك عدد ايه؟ حقيقي مش عدد مركب. تمام؟ طب مثلا عايز تقسم عين واحد على ايه؟ على عين ايه؟ عين 2، فبتيجي بقى ايه لفكره الايه؟ المرافق. تيجي هنا لفكره الايه؟ المرافق. خلينا نروح هنا نقول قصه المرافق دي الاول ونرجع على السريع. يعني ايه دور المرافق؟ بما ان انت عرفت انك لما بتضرب عددين مترافقين في بعض بيطلع لك عدد ايه؟ حقيقي. ايه دوره اصلا المرافق؟ لما انت تتسوح مثلا في عدد مثلا مركب عباره عن مثلا ايه؟ 1 ناقص 2 ت على مثلا 3 زائد مثلا ايه؟ 5 ت، ماشي. العدد ده انت عايز تحطه في ابسط صوره. حلو؟ وعندك مشكله كبيره جدا في ان في ت في المقام، وحللها لك المره الاخيره برضو. وجود الت في المقام ازمه كبيره جدا 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 جدا. لازم تتخلص منها. فهنا دلوقتي دي مش ت، ده عدد ايه؟ مركب كامل، عدد مركب. فهتضرب في ايه؟ في المرافق، لان المرافق الحاجه الوحيده اللي هتخلصك من ان عندك عدد مركب في الايه؟ في المقام. فيبقى عندك هنا 3 ناقص 5 ت، وهنا 3 ناقص 5 ت عشان ما تدمرش الرياضه، ما تبهدلش الرياضه معاك. فده كده هيساوي كام؟ هتضطر تضرب البسط لوحده والمقام لوحده. بمعنى هنا 1 ناقص 2 ت تضربها في كام؟ في 3 ناقص ايه؟ 5 ت، وهنا 3 زائد 5 ت في 3 ناقص 5 ت. ثق 100% ان الناتج دول هيديك عدد حقيقي. والناتج دول مش مهم يديك عدد حقيقي. انا مشكلتي في المقام مش مشكلتي في البسط. يعني تعالى نبسط الدنيا دي شويه كده. 1 في 3 بكام؟ 3. 1 في سالب 5 بسالب 5 ت، 1 في سالب 5 ت. سالب 2 ت في 3 بسالب 6 ت، سالب في سالب بموجب، 2 في 5 ب 10 ت في ت بت ايه؟ ت تربيع، ودي ايه؟ موجب، فهترجع تاني تبقى ايه؟ تبقى سالب. ننجز بس. تمام؟ هنا النتيجه على طول 9. مش هم مترافقين؟ يا ابني انا اصلا اللي ضاربهم مترافقين، ده انا متاكد مليون في الميه. انا اللي هابد الهبدايه دي، انا اللي عاملها عشان تحل لي مشكله. فانا مش قلقان ان هم اهل احسن يطلعوا مش مترافقين، يا ابني انت اللي عاملها. فهنا 9 ناقص 25 ايه؟ ت ايه؟ تربيع. تمام؟ كان ده سالب 25 ت تربيع، فالت تربيع بكام؟ سالب 1، فقامت مغيره الاشاره اللي قبلها. هنا عندك 29 زائد 25 بكام؟ ب 4 وايه؟ و30. 4 وايه؟ و30. وهنا 3 ناقص 10 بكام؟ بسالب 7، وحطيتهم مكان الجزء الحقيقي على طول تختصر وقت. وهنا سالب 5 ت ناقص ايه؟ بسالب كام؟ 11 ايه؟ ت. طلع لك العدد بص بقى سالب 7 على 34 ناقص 11 على 34 ايه؟ ت. بقى في ابسط صوره. ليه؟ لان انت بكل سهوله تقدر تقول لي ان الجزء الحقيقي في العدد ده، ما هو ده كان البدايه. الجزء الحقيقي بكام هنا؟ محدش يعرف اهو، لكن دلوقتي سالب 7 على كام؟ على 34، والجزء التخيلي بكام؟ بسالب 11 على 34 ت. فهمنا؟ فلما تيجي تقسم عددين على بعض همت 2 ناقص ت، لان ده في الاول ده عين 1 وعين 2 بكام؟ ب 2 زائد ايه؟ زائد ت. هتعمل ايه؟ لازم تضرب في المرافق. ده مستر يعني اضرب في المرافق اللي هو كام يعني؟ هو انت مشكله في البسط ولا في المقام؟ المقام. خلاص يبقى تضرب في المرافق بتاع المقام اللي هو مين؟ 2 المرافق بتاعه، مش تضرب فيه هو. انت لو ضربت فيه هو مش هتحل مشكله، هيطلع لك عدد مركب برده تاني. تمام؟ فهنا 2 ناقص كام؟ ناقص ت، وهنا 2 ناقص ايه؟ ت. وده ملوش اي علاقه بان بالصدفه فيه 2 ناقص ت في البسط، انا اصلا مش شايفه. ده لو في كلاب بتجري ورا بعض هنا سهرانه في البسط ماليش دعوه اصلا، انا مالي.
انا مشكلتي في المقام ده باي لك صدفه. عشان مش حد يترجم يقول لك يعني كده قوم ضارب في ده. هتضرب بقى انت ايه؟ 2 في 2 بكام؟ حط اقواس، يا ريت تحط اقواس عشان خاطر ما تتلخبطش. 2 في 2 بكام؟ ب4، و2 في سالب ت بكام؟ بسالب 2 ت، وسالب ت في 2 بسالب 2 ت، وسالب في سالب ب بموجب ت تربيع اللي هي كام؟ سالب 1. 4 ناقص 1 بكام؟ 3. طيب كل دوت هيصفصف على كام؟ على 3 ناقص 4 ت، ده البسط. طب والمقام؟ 4 زائد 1 يعني كام؟ 5. عايز تبسطها شويه يبقى 3 على كام؟ على 5 ناقص 4 على 5 ايه؟ ت. شكرا اديك ضربت. وهكذا بقى، حتى لو طلب منك عين 2 على عين 1. ده كده الدرس بتاع الايه؟ بتاع الجبر. وده الجبر كل اللي عليك المفروض يعني بقى حسب الايه؟ حسب المعلومات يعني اللي وصلتنا. نخش على ايه؟ على حساب الايه؟ مثلثات. اظن الموضوع عبيط جدا بامانه يعني، اللي مش هيقفل الامتحان ده بجد يبقى بيستعبط. الامتحان كله نقعد بقى نكسر فيها ونفصص فيها ليه؟ ده دروس عبيطه جدا يعني. نخش على مين؟ على حساب الايه؟ المثلثات. حساب المثلثات في درس واحد بس اللي هو مين؟ الزاويه الايه؟ الموجهه. الزاويه الموجهه. قاعد معانا شويه انت. الزاويه الايه؟ الموجهه. الراجل قال لك ببساطه ان الزاويه بتتعرف بحاجتين، بضلع ابتدائي وضلع ايه؟ نهائي. وده بتقدر تعرفه من السهم بتاع الايه؟ الزاويه. يعني مثلا لو ده مثلا دي نقطه اسمها الف، ودي مثلا اسمه الشعاع الف ب، وده اسمه الشعاع مثلا الف ايه؟ الف ج. فتقدر انك تعبر عن الزاويه دي بان هي عباره عن الف ب، وكونك كتبت الف ب في الزوج المرتب في المسقط الاول او في الاحداث الاول، فده معناه ان هو الايه؟ الضلع الابتدائي، بدايه الايه؟ الموضوع. وهنا الالف ايه؟ الالف ج. تمام؟ وبعد كده الراجل ده كده قصه يعني ايه زاويه موجهه. حلو؟ طب الزاويه الموجهه دي مثلا هنا مثلا س، وهنا ص، وهنا مثلا عين. الزاويه الموجهه دي مثلا كآلاء اكتب هنا ايه؟ وهنا س ايه؟ عين. واي حد كده هيفهم ان الضلع الابتدائي هو س ايه؟ حتى لو ده مش لو دلوقتي حالا لو انا قلت لك مثلا ايه؟ حط لي يا ابني السهم، هتعرف تحطه دلوقتي عشان خاطر انت الزوج مرتب معاك. فمش تيجي بقى بعد ده كله تقوم عامل لي يبقى السهم كده، يبقى كان في س عين هنا الاول بقى. فانت هتشيل دي تكتب كام؟ س ص، والسهم يبقى لفوق. بعد كده في حاجه اسمها الوضع الايه؟ القياسي للايه؟ للزاويه الايه؟ الموجهه. الوضع القياسي المفروض ان انت عندك في الكتاب عندك كام شرط؟ شرطين. قال لك ضلعها الايه؟ الابتدائي يكون محور الايه؟ السينات الايه؟ السينات بس؟ الموجب. وكمان راسها تمام؟ تقع على نقطة الأصل. مكتوب إيه في الكتاب؟ تقع على نقطة الأصل. تقع عند نقطة الأصل على محاور إيه؟ محاور التعامد يعني هو من الآخر يعني بيقول لك عشان خاطر تقدر توصف زاوية بأن الزاوية دي محطوطة في الوضع القياسي لازم الضلع الابتدائي بتاعها يكون هو محور السينات الايه؟ الموجب. والضلع النهائي بتاعها اكيد هيبقى مثلا الوضع بقى مشي كده خلاص ايا كان. كونه قال لك ان ده الضلع الابتدائي فهو قال لك ان لازم الموضوع يلف في اتجاه عكس ايه؟ عكس عقارب الساعه، لان اتجاه الدوران كده هيبقى ايه؟ هيبقى موجب، لان انت لو لفيت مع عقارب الساعه هيبقى سالب، يبقى قياس سالب. تمام؟ وكمان لازم يكون نقطة راس المنحنى هي راس الايه؟ راس الزاوية، رأسها يعني راس الزاوية نفسها. تقع عند ايه؟ نقطة الأصل على محاور الايه؟ التعامد. يعني مثلا دي كده دي زاوية موجهة؟ لا، ليه؟ عشان خاطر راسها مش نقطة الأصل. تمام؟ طب مثلا دي زاوية موجهة في الوضع القياسي؟ لا برضه. تمام؟ وهكذا. يعني الموضوع ده سهل قوي بصراحة.
يجي مثلا راجل في مسائل ثانيه يقول لك مثلا ايه، بص يا باشا الزاويه دي قياسها 30 درجه، تمام؟ ممكن تقول لي الباقي ده بكام؟ 130 فاحنا قلنا الموضوع دوت عندك مشكلتين، يعني مثلا يجي يقول لك ان الزاويه دي مثلا اسمها ايه؟ سيتا، اول قياس سيتا، فالسيتا دي اول حاجه انت محتاج تعرف قيمتها، صح؟ هو اللفه دي كلها كده كام درجه؟ كامله دوره كامله 360. طب دي كام؟ 30. يبقى الباقي كام؟ 330. ده مبدئيا كده انت عرفت الايه؟ القيمه، صح؟ طب الاشاره؟ الدوران ده موجب ولا سالب؟ يعني مع عقارب الساعه حط هنا عقارب الساعه مع سالب، يبقى سالب 330. بعد كده في حاجه اسمها الزاويه الايه؟ المتكافئه. الزوايا الايه؟ المتكافئه. يجي مثلا راجل يقول لك ان مثلا الزاويه مثلا اللي قياسها 30 درجه دي، ممكن تقول لي مثلا زاويتين بيكافئوها تانيين بس عايز واحده موجب وواحده سالب. يا عم ما هي الزاويه 30 اهي، هي الزاويه 30 هي دي، تمام؟ الزاويه 30 دي ضلعها النهائي ده لو انت لفيت لفه كامله ورجعت هنا تاني او كده كده هترجع هنا تاني، فلفه كامله يعني ال 30 زائد كام؟ 360. بس المره دي انت لافف في 360 في اتجاه عكس عقارب الساعه، عشان كده انت زودت 360. لكن نفس الحوار دوت انت لو مشيت كده يبقى انت بتعمل ايه؟ ماشي مع عقارب الساعه، يعني انت كده بتقلل 360 تاني، فيبقى عندك 330 ناقص كام؟ 360 وهكذا. فالمفروض ان الزاويه ليها عدد لا نهائي من الايه؟ من القياسات المتكافئه او المكافئه ليها، يعني بمعنى مثلا ال 30 دي ممكن تبقى موجب 360 في ايه؟ في نون، حسب بقى عدد الدورات اللي عندك. افرض مثلا انت قلت 30 ناقص 360 نون، مش مشكله برضه، بس النون ده لازم يبقى عدد ايه؟ صحيح، لان النون دوت لو عدد مش صحيح، يعني مثلا لو النون ده طلع بنص يبقى انت كده لفيت كام دوره؟ نص دوره، لان 360 على الاثنين فيها 180، فانت لفيت نص ايه؟ دوره. يقول لك طب احنا عايزين الزاويه 30 دي، الزاويه 30 دي عايزين نلففها نص دوره، او مثلا دوره ونص، او 10 دورات ونص في اتجاه عكس عقارب الساعه. فانت هتقوم مددها كده، ولو قال لك مثلا 10 دورات ونص، يا ابني ال 10 دورات كلهم هيرجعوك عند نفس المكان، يبقى مين المشكله عندك في الايه؟ في نص الدوره. في نص الدوره ديت يقول لك قول لي بقى الزاويه دي قياسها كام في الوضع الايه؟ القياسي. فترجع هنا تاني عند محور السينات الموجب وتمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه عشان خاطر تحافظ على ان محور السينات الموجب هو الضلع الابتدائي. الشروط بتاعه الوضع الايه؟ قياسي. ابو حميد بتفكر في حاجه؟ طب ما تروح نام، روح نام، كده كده بتفرج عليها على النت، تمام؟ فانت عارف ان دي كام؟ 30، تمام؟ طب الزاويه دي مش هي برضو 30؟ بس احنا لازم نوصف الزاويه من اول محور السينات الايه؟ الموجب. فلما انت عندك الحته دي بس ب 30 ودي كلها كده بكام؟ ب 180، يبقى عندك 180 زائد كام؟ او هو قال لك نص دوره، فانت زود على 30 180، وقال لك نص دوره في اتجاه ايه؟ عقارب الساعه. خلاص في الوضع القياسي يعني يبقى بتساوي كام؟ 200 وايه؟ 200 وايه؟ و10 درجه وهكذا. حلو؟ بعد كده في حاجه ثانيه في الدرس ده؟ وضع قياسي ايه؟ لا الدرس الثاني مش هيجي، المفروض مش هيجي، المفروض انه احنا كده كده خدناه، احنا كده كده واخدينه. جدعان ممكن تخلونا نتكلم؟ الهندسه احنا كده كده سابقين، والجبر سابقين، وحساب المثلثات سابقين، ده دي مراجعه، مجرد مراجعه. حلو؟ ايه؟ امتحان شامل يا احمد. كل اللي انا بقوله ده هندسه اول درسين ونص والثالث نص مش كامل. خلاص؟ ده حساب المثلثات. في حاجه ثانيه في حساب المثلثات؟ في فكره كده هتلاقيها محلوله في اليوتيوب بقى، انت بشوف الامتحانين اللي انا منزلهم على اليوتيوب، ماشي؟ بعد كده نخش على مين؟ الفيديو شغال يا ازف؟ بيرك؟ بعد كده في الايه؟ الهندسه. الهندسه دول خلاص بقى.
فاحنا كده بقينا ثلاث دروس يعني في الهندسه، اللي هم اول درسين ونص الثالث، فمضطرين نقول ان احنا 3 يعني. تشابه المضلعات وتشابه المثلثات والعلاقه بين او النسبه بين مساحتي سطحي ايه؟ مضلعين متشابهين. فمثلا تشابه الايه؟ المضلعات، تمام؟ وفي تشابه الايه؟ المثلثات. المضلعات يا محمود، المضلعات عشان خاطر تقول ان في مضلع بيشابه مضلع لازم يحصل شرطين: الزوايا المتناظره تكون ايه؟ تساويه في القياس، والاضلاع المتناظره تكون متناسبه في الايه؟ في الاطوال بتاعتها. يعني مثلا لو راجل قال لك مثلا ان عندك مضلع اسمه ا ب ج د، ايا كان بقى شكل رباعي، شكل ايا كان، بيشابه مضلع ثاني اسمه س ص ايه؟ ع ل. تستفيد ايه؟ هو قال لو قال لك ان المضلعين دول متشابهين، هستفيد ان قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه س. انا مش رسمت حتى المضلعين، مش عايزهم، مش انت قلت لي ان هم متشابهين، خلاص الموضوع مترتب، تمام؟ وقياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ص، وقياس زاويه ج بتساوي قياس زاويه ع، وقياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ل. ده بالنسبه للزوايا. طيب و ا ب على س ص بتساوي ب ج على ص ع بتساوي ج د على ع ايه؟ ل. بتساوي محيط المضلع ا ب ج د على محيط السين ايه؟ ص ع ل. ايا كان شكله برضه محيط، يعني مجموعه طول اضلاع من بره لما تجمعهم على بعض، لان انت هتجمع مقدمات على ايه؟ توالي. اتكلمنا في الموضوع ده برضه. المفروض ان ده بيساوي حاجه اسمها ايه؟ م او ك او ل، يعني ايا كان بقى اللي هتسميه، لان ده اسمه معامل الايه؟ معامل الايه؟ التشابه. تمام؟ فممكن مثلا ان الشكل ا ب ج دوت مثلا يبقى كبير، والشكل ايه؟ س ص ع مثلا ل ده صغير. حلو؟ فالمفروض لو ده كبير وده صغير، النسبه المفروض تطلع لك رقم على رقم، صح؟ بس لازم البسط يبقى اكبر من الايه؟ من المقام، فساعتها ده بيدل على نسبه تكبير، يعني الشكل ا ب ج اكبر من الشكل ايه؟ س ص ع ل. فمثلا طب مثلا لو طلع الميم ده، لو طلعت النسبه بين اي واحده من دول بتساوي 1، ده معناه ايه؟ لا، معناه ان المضلعين متطابقين. فاي شكلين متطابقين متشابهين، بس مش شرط كل الحاجات يعني مثلا المضلع ده، مثلا المضلع ده بيطابق ده؟ لا مش بيطابقوا، بيطابقوا يعني قده بالملي، الزوايا قد الزوايا، واطوال الاضلاع بتساوي اطوال، يعني مثلا لو ده 5 يبقى لازم ده يبقى كام؟ 5 عشان يحصل تطابق. تمام؟ لكن ده دلوقتي بينهم وبين بعض ايه؟ تناسب. ففي معلومه بتقول لك ان كل الاشكال او كل المضلعات المتطابقه متشابهه. اكيد مش هم متطابقين يبقى هم مالهم؟ شبه بعض. لكن مش كل حاجات متشابهه تبقى. امتى بقى الحاجات المتشابهه تبقى متطابقه؟ لما يبقى معامل التشابه بتاعها بيساوي 1. تمام؟ وفي برضه حاجه اسمها نسبه ايه؟ تصغير. يعني تلاقي مثلا طلع لك هنا مثلا 1 على ايه؟ 1 على 5 مثلا، فيبقى البسط اصغر من ايه؟ من المقام، فبالتالي واضح ان كان ا ب ج د اصغر من ايه؟ من س ص ع ل. ده تشابه الايه؟ مضلعات. ولو انت عايز تجيب مساحه مثلا الشكل ا ب ج د ايا كان برضو على مساحه الس ص ع ل بيساوي اي نسبه من دول بس كل ايه؟ تربيع. يعني معامل تشابه كل ايه؟ تربيع. ده كده كل اللي عليك في الدرس الايه؟ الاول. وفي معلومه بتقول لك ايه؟ ان الاشكال المنتظمه، مين الاشكال المنتظمه؟ يعني الشكل الثلاثي المنتظم، مين الثلاثي المنتظم؟ مثلث المتساوي الاضلاع. مين الرباعي المنتظم؟ المربع. ما هو منتظم بمفهوم ان اطوال الاضلاع كلها قد بعض وقياسات الزوايا كلها قد بعض. فاللي بيحافظ على الموضوع دوت كشكل ثلاثي هو المثلث المتساوي الاضلاع، وفي الشكل الرباعي هو الايه؟ المربع. لو واحد يجي يقول لي يا مستر هو المستطيل، اي مستطيل
بيتشابه مع اي مستطيل؟ فمثلا طب ازاي بقى؟ طب ما انت الزاويه دي قد دي، والزاويه دي قد دي، والزاويه دي قد دي، والزاويه دي قد دي، ازاي مش متشابهين؟ ماشي، بس الاطوال بتاعتهم يعني مثلا تخيل مثلا ان عشان تحس بالموضوع اكتر يعني تخيل بص المستطيل دوت عامل ازاي، ده واحد مثلا ودوت 20 ودوت مثلا ايه 15 ودوت مثلا 20، ازاي يشابهوا بعض؟ بالرغم ان هما الاثنين ده مستطيل وده مستطيل. مش انا ما قلتش ان كل شكل رباعي بيشابه اي شكل رباعي تاني زيه، انا كلمتك عن الاشكال المنتظمه الاطوال والايه والقياسات اللي هما مين في الشكل الثلاثي المثلث ومين في الشكل الرباعي المربع. طب المعين ما هو برضو المعين اطوال الاضلاع كلها قد بعض، فلو في معين تاني برضو هيحصل بينهم تناسب، بس الزاويه دي مش قد دي، مش كل المعينات هتبقى متشابهه. ها انت عشان تثبت ان في تشابه لازم تثبت الشرطين مع بعض، فكل المربعات متشابهه تمام، وكل المثلثات المتساويه الاضلاع برضو متشابهه، وكل الاشكال الخماسيه المنتظمه ال 1 2 3 4 الاوجه يعني كلها مالها هم اصلا قد بعض، يعني الطول ده مثلا 5 والطول ده مثلا 10 والطول ده مثلا 5 والطول ده 10 والطول ده مثلا 10 والطول ده 10 والطول ده 10 وده 5 وده 5 وده 5، الزاويه دي قد الزاويه دي، الزاويه دي قد الزاويه دي، الزاويه دي وهكذا. فكده الشكلين دول مالهم شبهين، ما كل حاجه اتحققت اهي. امتى بقى الشكل الخماسي دوت مش يشابه ده؟ لما يبقى ده مش منتظم وده مش منتظم. فهمنا الكومنتات دي. بعد كده تشابه الايه؟ تشابه المثلثات. لما تخش في المثلثات بقى، المثلثات بتمتاز بميزه اكتر بكتير من المضلعات الايه؟ او الاشكال اللي اكتر من 3. يعني مثلا عشان تثبت ان في مثلث بيشابه مثلث، فانت مش محتاج انك تثبت الاثنين. انت لو اثبتت واحد يبقى خلاص المثلثين كده مالهم متشابهين. يعني مثلا التشابه في المثلث انت معاك 3 حالات تشابه في المثلثات. الزوايا تكون مالها متساويه في القياس، ومش شرط كل الزوايا، احنا بقينا في مثلثات بتكلم عن مثلث شكل ثلاثي. يعني مثلا المثلث ده والمثلث ده، وقال لك ان ده بيوازي ده، ودي مساله مشهوره قوي في الامتحانات. طب ما هو ده بيساوي دوت بالايه؟ تناظر. تمام؟ وده بيساوي ده بالايه؟ بالتناظر، والزاويه دي زاويه مشتركه. اصلا لو في زاويتين ساوي زاويتين مثلثين يبقى خلاص الشكلين دول مالهم، مثلا لو ده اسمه الف وده ب مثلا وده ج وده مثلا د وده ه. حلو؟ فين المثلثين متشابهين؟ الف د ه والف ب ج، تكتبهم بالايه؟ بالحفظ بتاع الترتيب بتاعهم. تمام؟ طب مثلا لو انت مديت ده شويه كده على استقامته، مديت ده كده شويه على استقامته، وعملت ده برضه بوازيهم. تمام؟ مش زاويه الف دي هي زاويه دي قوام الراس، صح؟ والزاويه دي بتساوي الزاويه اكس دي بالايه؟ حرف الزد اهو بالايه؟ بالتبادل. ها؟ والزاويه دي مثلا لو اسمها صح فبتساوي الزاويه دي. فكده انت عندك كم مثلث بيساووا بعض؟ 3. ترتيبهم بقى الف ب ج الاول اهو، عشان بس ابقى فصلت كده الموضوع. الف ب ج والف د، ومين تاني؟ الف كده هي زاويه ايه؟ مشتركه. ها؟ مثلا لو سمينا دي س وسمينا دي مثلا ص، الب زي مين؟ زي الصاد ولا زي السين؟ زي الصاد. يبقى اكتب الف صاد ايه؟ س. تاني ما الب بتساوي مين؟ صاد بالايه؟ بالتبادل حرف زد اهو، تبادل حرف زد اهو، وده الجزء ده. تمام؟ وبعد كده في حاجه برضو، في مساله مشهوره قوي بيحب يجيبها برضو في الامتحانات، يقول لك مثلا ايه؟ الف ب ج. تمام؟ ويجي مثلا يقوم جاي لك هنا ويتعمد ان دوت ما يبقاش موازي لده، ويجي يقول لك ان الزاويه دي زاويه طبعا زاويه ايه؟ مشتركه بين المثلث مثلا الف د مثلا ه وبين الف ب ج، فالزاويه الف زاويه مشتركه، انت محتاج زاويه كمان.
تمام؟ ممكن الراجل يديها لك بشكل مباشر يقول لك ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. مستحيل دي تساوي دي. خلينا بس متفقين على كده. مستحيل دي تساوي دي. امتى دي تساوي دي؟ لما يكون في بينهم ايه؟ توازي. اصلا ممكن يقول لك اثبت لي ان هم متوازيين. في افكار كتير بقى في الموضوع، انت عيش مع نفسك الايه؟ القصه دي. طب الزوايا متناسبه، وايه تاني؟ والاضلاع مالها؟ متناسبه يا بابا، متناسبه وتناسب. متناسبه. تمام؟ والحاله الثالثه ان يبقى عندك زاويه، زاويه واحده بس في المثلث بتتساوى في القياس مع زاويه ثانيه. تمام؟ والضلعين بتوعها، يعني مثلا عندك مثلث اهو، هعملها لك باستفاضه. ده مثلا 3 وده مثلا 6، ده مثلا 4 وده مثلا 8. حلو؟ والزاويه دي مثلا بتساوي 15 درجه، والزاويه دي مثلا بتساوي 15 درجه. يقول لك هم المثلثين دول متشابهين؟ ايوه. اثبت يا ابني، ما في زاويه بتساوي زاويه، والضلعين بتوع الزاويه اللي هم مين؟ 3 ولا 4 دول بيتناسبوا مع ال6 والايه؟ وال8. يبقى اكيد المثلثين دول مالهم؟ متشابهين. فالحاله الثالثه بيقول لك زاويه، تمام؟ وايه؟ وضلعيها، يعني ضلعيها، الضلعين بتوعها، مش اي ضلعين، ضلعين بتوعها. يعني دي الزاويه، فين الضلعين بتوعها؟ ده وده. او زاويتين. ما هو اصلا وجود الزاويتين فاكيد الزاويتين التانيين بيساووا. ممكن حاله ثانيه زاويتين. بص يا احمد، اقصد اقول لك ايه؟ انت بتقول زاويتين هم، فالثالثه كده بتساويها، فاهم؟ مش زي انا لما قلت الكلام ده في الاول قلت بس عشان احنا كنا لسه بناخد الموضوع، فاهمني؟ تمام؟ ده كده تشابه الايه؟ المثلثات. وفي حته مهمه جدا برضو. في ايه تاني هنا؟ يعني في شويه ملاحظات كده على ايه؟ على الدوائر. قربنا نخلص خلاص. مثلا يا محمود زهقت؟ جعان يا بابا؟ جعان؟ كلني يا محمود. يجي مثلا يقول لك خلي بالك ان في اي زاويتين 3 4 5 6 7 محيطيات، كل دي زوايتين ايه؟ محيطيتين مرسومتين على نفس القوس بيساووا بعض. فكده قياس الزاويه دي بيساوي قياس الزاويه دي. تمام؟ طب يا محمود قياس الزاويه دي ودي بيساووا بعض؟ ليه؟ مين قال لك بيساووا بعض؟ في دايره؟ لا، ما حط على كيف. لا انا انا بسال عليهم. مفيش دايره بتجمعهم، يبقى مش بيساووا بعض. تمام؟ لازم يكون في دايره. تمام؟ بعد كده الشكل الرباعي الدائري بيمتاز دايما بايه؟ بحاجه ان الزاويه اللي خارجه بتساوي، يعني مثلا لو سميت الزاويه دي 1 بتساوي قياس الزاويه المقابله للمجاوره ليها. يعني الزاويه 1 دي بتساوي الزاويه كام؟ 2 في اي شكل رباعي دائري. اصلا ممكن يقول لك اثبت ان الشكل اللي قدام حضرتك ده رباعي دائري، وانت معاك اوبشن اهو تلف وتدور حوالين كده. مش تقفش انت في المنظر اللي قدامك ده، مش تبقى يعني ترس. يعني مش لازم الزاويه دي يا سيدي، ممكن تلاقيها مثلا دي 3 مثلا بتساوي كام؟ بتساوي 4. ممكن مثلا تلاقي الزاويه مثلا 5 دي بتساوي ايه؟ بتساوي دي. مش تقفش، سيب نفسك خالص، تلاقي الدنيا جميله جدا. يعني ابو حميد ساب نفسه نام. مثلا في ايه تاني؟ لو انت مثلا عرفت ان ده كده قطر في الدايره، تمام؟ ورحت رسمت زاويه محيطيه. الزاويه المحيطيه دي قياسها بيبقى كام؟ 90 ايه درجه، عشان الزاويه المحيطيه ديت مرسومه في نص دايره. تمام؟ وكان في حته اخيره قلناها احمد ايه؟ اللي احنا قلنا هنزودها في اخر ورقه دي. الزاويه الممسيه الزاويه الممسيه والزاويه المحيطيه. يعني مثلا لو انت عندك نقطه مثلا هنا وعملت مماس من عندها، حلو؟ وكان في وتر في الدايره، الوتر ده طلع قطع الايه؟ المماس. تمام؟ وانت جيت وصلت دول ببعض كده، فالمفروض ان ده ايه؟ عباره عن ايه؟ قوس. تمام؟ فالمفروض ان الزاويه دي كده بنقول عليها زاويه ايه؟ ممسيه. زاويه ممسيه. فين الوتر اللي بيجمعها؟ هو ده الوتر اللي بيجمعها مع المماس.
تمام؟ فاسمها زاويه ايه؟ ممسيه. لو انت رحت رسمت اي زاويه محيطيه بحيث ان هي تبقى مبنيه على نفس القوس ده، فالزاويه اكس دي هتساوي الزاويه الايه؟ الممسيه. ليه؟ الزاويتين دول كده ممسيه ومحيطيه، ممسيه ومحيطيه مرسومتين على نفس الايه؟ على نفس القوس. انا الرسمه ديت هتلاقيها في الورق مرسومه الناحيه الثانيه، وقاصد ان انا اشرحها كده عشان خاطر ايه؟ يبقى انت معاك الدنيا ايه؟ خربان. في الدرس الايه؟ الثالث اللي هو النسبه بين ايه؟ نص واخر حاجه يعني. ثلاث حاجات مثلا لو انت عندك مثلثين مثلا متشابهين، تمام؟ متشابهين مثلا ا ب ج س ص ع، فمثلا المثلث ده وده قد بعض وده قد بعض، فالتالت اكيد ايه؟ بيساوي التالت. كده عندك المثلث مين؟ ا ب ج بيشابه المثلث مين؟ س ص ع. تمام؟ تيجي يقول لك ايه؟ ملخص الحدوته يعني ان مساحه المثلث ا ب ج ايه؟ ا ب ج على مساحه المثلث مين؟ س ص ع. انا اقصد بالميم مساحه على مساحه، انا في الدرس الثالث. فده بيساوي ايه؟ اي ضلع على اي ايه؟ على اي ضلع كل ايه؟ تربيع. ده من وجهه نظر الايه؟ الاضلاع. طب افرض مثلا انت عندك منصف بيساوي منصف على ايه؟ منصف تربيع. على منصف كل ايه؟ تربيع. بعد كده منصف على ايه؟ على منصف، او عمود على ايه؟ على عمود. مثلا لو انت نزلت، خلي بالك ان في فرق بين المنصف وبين الايه؟ العمود. ده كده لو نزل عمود يبقى ايه اسمه ايه؟ لو نزل عمود يبقى اسمه عمود، وده برضو كمان عمود. لو مثلثين متشابهين فالمساحه بتاعت المثلث الاول على المساحه بتاعت المثلث الثاني بتساوي برضو مين على مين؟ عمود على ايه؟ على عمود الكل ايه؟ تربيع. طب بعد العمود المتوسط دوت بيعمل ايه؟ بينزل على القاعده بيقسمها لايه؟ لنصين. يعني مثلا لو دي اسمها مثلا د ودي اسمها مثلا لام، فكده الب د بقى بيساوي الايه؟ د ج، والصاد لام بيساوي الايه؟ اللام ايه؟ اللام عين. فانت لو قسمت الالف د على السين لام هتلاقيه برضه بيساوي نفس النسبه. فده عباره عن ايه؟ متوسط على ايه؟ على متوسط. طبعا عمود على عمود المناظر، متوسط على متوسط المناظر، وهكذا. احنا اتكلمنا في ان كل مثلث ليه 3 اعمده وثلاث منصفات وثلاث ايه؟ وثلاث متوسطات. متوسط على متوسط كل ايه؟ تربيع. وزود عليهم برضو محيط على ايه؟ محيط المثلث ا ب ج على محيط مين؟ كل ايه برضو؟ كل تربيع. دي كل حاجه صح؟ في حاجه ثانيه؟ لو المثلثين مش شغالين في نفس القاعده. لا بتكلم عن البوينت دي، على الجزئيه دي. تمام كده؟ بعد كده في بس ايه؟ حالتين اخرى كده ونبقى خلصنا خالص يعني. بيقول لك لو انت عندك مثلثين ومش شرط ان هم يكونوا متشابهين، مش شرط. فمثلا المثلث الاولاني عامل الناحيه دي ايه في الورق؟ يعني لا الناحيه بتعمل هم ايه؟ نفس الارتفاع. نفس الارتفاع. مش شايفين في الارتفاع. المثلثين اللي قدامك دول ارتفاعهم مثلا لو ده عمود، عشان يكون ارتفاع لازم ده يبقى عمودي، فده مثلا اسمه ا ب ج، وانت كنت كاتبها ج تقريبا او حاجه، وهنا واو ه ايا كان يعني. فالراجل بيقول لك ايه؟ مش شرط المثلث ا ب ج يكون بيساوي بيتشابه مع المثلث ا واو ه، مش شرط.
لكن هما الاثنين ليهم نفس الايه؟ نفس الايه؟ الارتفاع. طب هنا ادي قاعده واحده بتجمع مثلثين برضه. تمام؟ فهنا ليهم نفس الايه؟ القاعده، وبرضه مش شرط ان انت تعرف وتتاكد ان هم مالهم متشابهين، مش شرط. هنا مثلا ده اسمه ب ج وده ا وده مثلا ايه د، فالراجل بيقول لك هنا ان مساحه المثلث ا ب ج على مساحه المثلث ا واو ه بتساوي، هم مشتركين في ايه؟ في الارتفاع، يبقى قاعده على ايه؟ على قاعده، والقاعده اللي هي عموديه على الارتفاع ده تحديدا مش اي قاعده. فهنا يبقى مين على مين؟ ب ايه؟ تربيع؟ لا مش في تربيع هنا. مش في تربيع هنا، حلو؟ طب هنا مساحة المثلث أ ب ج على مساحة المثلث د ب ج بتساوي قاعدة على قاعدة، ما هي أصلا قاعدة مشتركة. المفروض إن ده أ ب ده المفروض إن هو هيبقى ليه ارتفاع. تمام؟ ومثلا دوت برضه هيبقى ليه إيه؟ ارتفاع، فيبقى عبارة عن الارتفاع ده مثلا نسميها دي س وسميها دي مثلا إيه؟ ص، يبقى أ إيه؟ أ س ده ارتفاع مين؟ أ ب ج، يبقى أ س في الأول لأن أ ب ج في الأول. على مين؟ على ده الإيه؟ على ده الص. تمام؟ والفكرة دي بتتكرر كتير جدا في الإيه؟ في الامتحانات، يعني واحدة من دول دايما بتيجي في الامتحان. ها؟ فخلوا بالكم واهتموا بالموضوع شويتين، وحاولوا تخشوا على اليوتيوب تتفرجوا على الفيديوهين بتوع الاختبارات، اختبار 1 و2 اللي هم موجودين في كتاب المعاصر، ومش موجودين في كتاب المعاصر، المعاصر كان منزلاهم على الفيسبوك. حلو؟ شهر اكتوبر. خش حاول تحل انت الامتحان الاول مع نفسك، ولو وقف معاك حاجه خش هتلاقي الامتحان كله محلول، واشوفكم على خير ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب.